السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة اول يوم في السنة معاكم قناة سدرة. يا رب يكون اليوم كان جميل عليكم وتبقى سنة سعيدة عليكم، ويا رب تكون احسن من السنة اللي عدت. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وبلغوني في الكومنتات انتم من اي بلد وبتتابعوني منين. بحب قوي قوي اشوف كومنتاتكم. هسيب لكم رقم الواتساب للقراءات الخاصة في عنوان الفيديو، واللي محتاج اي حاجة يخش يكلمني وانا مش هتردد طبعا وهرد عليه بسرعة. احنا النهاردة معانا برج الثور. انا بعشق البرج ده بصراحة. يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي انتوا من اي بلد. كومنتاتكم انا بحبها جدا 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 وبتحفزني جدا جدا. ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفنجان. برج الثور، انت في حد بينصحك اللي هو بيحاربك، يعني اذا كان في اكل عيشك، في رزقك، في حياتك، في معيشتك، في عيالك، في صحتك. في حد بينصحك، حاول تبعد عنه بكل الطرق. حاول تبعد عنه يا برج الثور. انت بتحب البحر جدا يا برج الثور. عايزه اقولك ان انت في ارض او في مشروع، في صفقه انت بتلف حواليها، تمام. او كان مشروع زواج انت بتلف حواليه علشان تحققه. بس هو ان شاء الله بمشيئة الرحمن انت هتحققه وهتعمر الموضوع دوت. يعني ان شاء الله بمشيئة الرحمن عن قريب ان شاء الله. موجك عالي يا برج الثور. يعني ايه موجك عالي؟ مشاكلك كتير، عندك مشاكل كتير وعندك مصايب كتير، بتتوغل انت فيها، بس ان شاء الله بمشيئة الرحمن هتعدي بسلام. عايزة اقولك يا برج الثور، في حد بيبخ عليك نار بالكلام. في حد بيبخ عليك نار بالكلام. يعني ايه بيبخ عليك نار بالكلام؟ يعني مثلا بيقولك كلام بيولعك بيه، بيشيطك. يعني اللي هو ايه، حد بينرفزك بس بيشيطك. آه حاول تتجنب الشخصية دي. الشخصية دي مش حلوة بكل الطرق. بكل الطرق، بكل الطرق يا برج الثور. عايزة اقولك انت بتحب الصيد. انت بتحب الصيد جدا. بص يا برج الثور، في عصفورتين في حياتك. اذا كان بقى حد من عيالك، يعني عصفورتين انت مسؤول عن اكل وشرب ومسؤولية كاملة عنهم، فهم بحاجة اليك. وخلي بالك عشان هو في حاجة هتأذيهم، وطبعا ده بعلم ربنا، وطبعا ربنا يحميهم يا رب. اذا كان مين العصفورتين بس حافظ عليهم على قد ما تقدر. في حاجة برج الثور التانية انت بتتمنيها بقالك كتير. في حاجة انت بتتمناها بقالك كتير وهتتحقق ان شاء الله بمشيئة الرحمن. ممكن بقى زي ما قلنا مشروع جواز، شغل، سفر، فهتتحقق لك. في حد مددلك ايده يا برج الثور. في حد مددلك ايده، عايز مساعدة مادية او مساعدة ان انت تطلعه من مصيبة، من محنة. فهو مددلك ايده، بس ما تتعشمش معاه بالزيادة. ليه؟ لان انت اول ما هتمد ايدك هيسحبك لحاجة مش تمام، يعني هيسحبك لطريق وحش انت مش عايزه.
قاع قلبك مليان، قاع قلبك مليان. بس انت كنت لسه بتعيط يا برج الثور من فترة قريبة، في دمعة في عينك من فترة قريبة. ياريت يا حبايبي متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. برج الثور، المصايب اللي انت فيها هتتحل ان شاء الله عن قريب، ويا رب يعني يعني تخلص ويفك كربك ان شاء الله عاجلا وليس آجلا. في حد ملازمك، في حد ملازمك على طول حضنك، على طول مطمنك، على طول بيواسيك، على طول محسسك بالأمان، على طول الشخصية دي انت بترتاح معاها جدا جدا جدا. خليك معاها يا برج الثور وما تسيبهاش، عشان هيجيلها وقت هتحتاجك. خلي بالك هيجيلها وقت وهتحتاجك. الشخصية العاطفية اللي معاك حلوة جدا، حلوة جدا. مطلعة عينك، دايما عنادية، بس انت مرتاح لها نفسيا كتير 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 كتير. بص يا برج الثور، في طريق انت بس مش مستقيم، في طريق انت هتمشيه، الطريق ده مش مستقيم، الطريق ده فيه ملوعة وفيه مطبات، واخره حيطة سد، واخره حيطة سد. حاول تتراجع لو انت فيه حاليا، ولو مش فيه حاليا فحاول ما تديش خطوة في الطريق ده نهائي، عشان هتوصل لحيطة سد وهتتعب. يعني هتوصل له حيطة سد وهتتعب. كان معاكم قناة سدرة، اشوفكم على خير يا حبايبي. هسيب لكم رقم الواتساب للقراءات الخاصة، اللي محتاج اي حاجة يخش يكلمني. وبحبكم جدا 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 وهتوحشوني كتير. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وياريت تكتبولي في الكومنتات محتاجين برج ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.